السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة أبل هي واحدة من أعرق الشركات في العالم، سواء كان في صناعة التليفونات أو أي منتج تاني. وأول ما بنسمع كلمة آيفون، أول حاجة بتيجي في دماغنا إن الموبايل ده غالي جدا ومش أي حد يمسكه. فإيه سبب شهرة العلامة التجارية الضخمة بتاعت أبل؟ وليه أجهزتها غالية جدا كده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك محتوى قناتنا ما تنساش تدعس لايك سريع وتعمل سبسكرايب عشان يوصلك فيديوهاتنا أول بأول. بصراحة كده مش أغلب الناس اللي ماسكة آيفون أغنياء أو معاهم فلوس، بالعكس، بل إن الناس دلوقتي بقوا بيتسابقوا على مين هيمسك التليفون الأحدث الأول، حتى لو وضعه المالي لا يسمح إنه يقتني الأجهزة الغالية دي. ممكن بقى يروح يستلف فلوس، يروح يسرق، مش مهم. المهم إن نمسك أحدث تليفون من أبل اللي بيسمى بهوس التفاح. هو انا اللي اخترعت المصطلح ده دلوقتي، بس ماشيها يعني عادي. ايه اللي بيخلي الناس دي كلها بيتهاتفوا على الاجهزه دي حتى لو هما ما بيملكوش سعرها اصلا؟ في الحقيقه ان سياسه تسعير ابل للمنتجات ما بتوقفش عند ايفون الغالي ده بس، لا، لكنها بتشمل كل اجهزتها، واللي بتعتبر دايما اغلى الاجهزه في السوق. عندك مثلا قبل كده شركة أبل أعلنت عن جهاز كمبيوتر وصل سعره لأكتر من 50,000 دولار. انت متخيل؟ طب شايفها حاجة سهلة دي وعادي؟ طب خد دي. مرة شركة أبل أعلنت عن منديل تمسح بيه شاشة موبايلك مثلا، منديل عادي يعني، بس عليه شعار أبل، وقامت عارضة المنديل بسعر 20 دولار. تخيل تروح تشتري منديل ب1000 جنيه عشان تمسح بيه تليفونك اللي مش جايب سعر 1000 جنيه أصلا. طب ليه بقى هواتف الايفون غالية بالشكل الغريب ده؟ وايه هي الاسباب اصلا؟ شركة ابل بتمتلك قاعدة كبيرة جدا من العملاء، والعملاء دول عندهم ولاء كبير جدا تجاه الشركة ومنتجاتها. وفي الحقيقة الحوار ده مجاش كده وخلاص، لا، بحيث ان الشركة بتعمل على تحقيق ده اصلا خلال سياستها التسويقية واعلاناتها الذكية جدا. الحقيقة دايما ما بيرتبط استخدام اجهزة ابل بالمشاهير ورجال الاعمال والمؤثرين. عندك مثلا شركة ابل ما تسمحش لاي شرير في فيلم انه يستخدم جهاز ايفون، لازم يعني جهاز الايفون ده يكون مع بطل الفيلم بس. وده اللي خلى تفاحة ابل محببة عند كتير جدا من المستخدمين. وعشان كده الحوار ده بيلعب دور كبير في الأسعار المبالغ فيها لأجهزة الآيفون. ومش كده وبس، بل إنك تمتلك جهاز من أبل مش بيقف هنا وبس، بل في نظام عند أبل بيعرف بالنظام البيئي أو الأبل إيكو سيستم. هنا كده بس وأنا هفهمك كل حاجة، عارفك إن أنت أي ضغط منك كده. يعني أنت مثلا دلوقتي ربنا كرمك واشتريت آيفون، لقيت إن في حاجة ناقصاك كده، التليفون في حاجة ناقصة كده، وبعد كده لاحظت ان لازم يكون معاك الايربودز اللي بتيجي مع الايفون بتاعك. وطبعا الشركه مش هتحط لك الايربودز دي في العلبه يعني، فلازم تروح تشتريها بفلوس. ومش اي ايربودز لازم تشتريها، لازم تكون الايربودز الاصليه اللي نازله من شركه ابل. تقوم تروح تستلف بقى عشان تجيب السماعه. وبعد كده تلاحظ ان ابل اعلنت عن ساعه سمارت جديده، والساعة دي فيها مميزات عادية زي باقي الساعات، بس الربط اللي بيحصل بين الساعة والسماعة والتليفون بيجبرك ان انت تروح تشتريها حالا حتى لو سعرها مبالغ فيه. وبعد ما خلصت كل ده لقيت ان في حاجة كده ناقصة في التليفونات والحاجات دي عشان الفرحة تكمل. لقيت ان في جراب حلو نزل كده بينور حوالين التفاحة بتاعة التليفون وبيظهرها اكتر. طلعت تجري طبعا وتشتريه، وهكذا. ولكن بالرغم من ان كل الاسباب اللي قلناها دلوقتي بتبين قد ايه منتجات ابل سعرها مبالغ فيه، لكن ده ما يعنيش ان الايفون ما يستحقش سعره. لكن هل الايفون يستحق فعلا سعره؟ الحقيقة هي الايفون يستحق فعلا سعره حتى لو كان مبالغ فيه بزيادة عن اللزوم، وهقول لكم الاسباب دلوقتي. زمان كان عشان تتصور صورة لازم تجيب كاميرا احترافية وستاند وحوار كده عشان تتصور، لكن دلوقتي الوضع اختلف. اصبح كل واحد فينا معاه كاميرا في جيبه، كاميرا الموبايل يعني. وفي الحقيقة خلونا متفقين مفيش كاميرا موبايل في العالم دلوقتي افضل من كاميرا تليفونات ابل. وبتعتبر الكاميرا هي احد الاسباب اللي بتدفع ملايين الناس انهم يشتروا هواتف ابل. عارف طبعا ان تعود دلوقتي السامسونج الترا هيصيحوا دلوقتي، لكن معالجة ابل بتطلع صور احلى واجمل بكتير من اي موبايل تاني. اكتبلي في التعليقات بالنسبة لك انهي موبايل احسن في التصوير. المهم نرجع للموضوع. الايفونات مش بتتميز بس بالتصوير، لا، دي كمان بتصور فيديوهات بدقة عالية جدا. وكاميرا الايفون في التصوير سواء الصور او الفيديوهات بتتغلب على كتير جدا من الكاميرات الاحترافية اللي مصنوعة اصلا خصيصا من اجل الحوار ده.
وده برضو من أسباب ارتفاع الأسعار في هواتف الآيفون. وبالإضافة للكاميرا فبيجي الآيفون بنظام ال iOS اللي بيقدم مستوى خرافي في معالجة ألوان الصور والفيديوهات، طريقة مش هتشوفها في أي موبايل تاني خالص. سواء اتفقنا أو اختلفنا فمش هنقدر ننكر ان هواتف الايفون بتقدم اعلى مستوى من الاداء، حتى تلاقي دايما مواصفات جهاز الايفون مش احسن حاجة زي باقي موبايلات الاندرويد اللي بتقدم مواصفات خرافية على الورق. يعني مثلا تلاقي دلوقتي مثلا شركة اندرويد طلعت تليفون حديث وقالت لك التليفون ده فيه 12 جيجا رام مثلا، وعلى النقيض شركة ابل نزلت موبايل برضو وقالت لك بس الموبايل ده 6 جيجا رام. في الحقيقة ان الموبايل بتاع ابل اللي هو الايفون هيقدم مستوى احسن بكتير جدا وخرافي عن موبايلات الاندرويد. خلينا متفقين وبلا شك تعتبر هواتف ايفون واجهزة ابل عموما من افضل الهواتف الذكية من حيث الامان والخصوصية، بحيث ان شركة ابل بتاخد الحوار ده على محمل الجد فعلا. عندك مثلا النوتش الغبية اللي كانت موجودة قبل كده اللي بقت دلوقتي الديناميك ايلاند، عاملينها بس عشان الفيس اي دي. متخيل كمية الدقة اللي بيركزوا عليها عشان يبقى فيه خصوصية على جهازك؟ حوار اختراق الجهاز ده تقريبا شبه مستحيل. من احد اهم الاسباب اللي بيخلي الناس تشتري ايفون مش هتلاقيها في اي تليفون تاني هو دعم تحديثات نظام التشغيل للهاتف ابعد فترة ممكنة. عندك مثلا لحد دلوقتي في ناس بتستخدم ايفون 7 مثلا اللي تقريبا نازل من 8 سنين، لسه الموبايل شغال وبيقدم اداء كويس. وقد ذكر بعض الاحصائيات قبل كده ان 80% من الاجهزة اللي بتعمل بنظام الاي او اس هتحصل على احدث اصدار من نظام التشغيل، ان هواتف الاندرويد القديمة متحصلش خالص على تحديثات النظام مما يجعلها اقل امانا. يعني عندك مثلا شركة ابل بتنزل تليفون تفضل تدعم التليفون ده بتحديثات لمدة مثلا 7 8 سنين لقدام، لكن هواتف الاندرويد اخرك سنتين 3 وبتلاقي ان التليفون التحديثات والدعم وقف من عليه بقى اكثر عرضة للاختراق. في الحقيقة في فئة كبيرة جدا من مستخدمي هواتف الايفون يفضلوا اجهزتهم عن اي جهاز تاني لمجرد انها بتحسسهم انهم مميزين عن غيرهم. عشان كده النوع ده بالذات تلاقيهم دايما عايزين احدث الاجهزة والهواتف الذكية من شركة ابل، حتى لو الجهاز اللي معاه لسه ما كملش سنة واحدة لسه بتقدم اداء ممتاز. وده من اهم الاسباب اللي بتوضح ليه سعر الايفون غالي، وبالتأكيد لو سعر التليفون بقى اغلى فده هيخليه مميز في وسط باقي الناس. في الحقيقة هواتف الايفون تستحق سعرها فعلا، هي تعتبر وبلا شك من افضل الهواتف الرائدة، ولكن يبقى السؤال هل احنا فعلا محتاجين لكل المميزات الكتيرة دي ولا اي موبايل هيأدي الغرض والسلام؟ بس كده خلصنا. لو وصلت لحد هنا خد قلبي، ولو في سؤال في دماغك مش عارف له اجابة اكتب لي في التعليقات. سلام.